السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل فطار سهل وسريع وحلو قوي ومغذي، ان شاء الله يعجبكم. يلا نبدا. بسم الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه ان شاء الله هنبدا بالفراخ. هنجيب طبعا الصينيه اللي هنعمل فيها، وهنقطع بصل كده ونعمله في الكبه، نحط عليه ملح وفلفل وندعكه كويس قوي. طبعا هنضيف ليمون اساسي معنا في الوصفه، ليمونتين كبار، وندعكهم في البصل كويس قوي. بعدين بقى هنحط الفراخ، ندعكها برضو كلها بالبصل والتوابل اللي احنا حطيناها. طبعا الفراخ تبقى مغسولة ومنقوعة كويس ومتصفية، واحسن حاجة طبعا ان انت تسيبيها ساعتين 3 في التلاجة. انا ضفت اهو معلقة كزبرة ناعمة وقرنين فلفل كده حامي، او كده بقت بالشكل ده. هنركنها بقى شوية في التلاجة. بعد ما عدت لها ساعتين كده في التلاجة، هنحط بقى شوية توابل اللي هي توابل الفراخ اللي انا كنت عاملاها قبل كده معاكم. دي مش اساسية قوي بس براحتك. طبعا المكون الاساسي بتاعنا اللي انتوا هتستغربوا عليه اللبن، دي كوباية لبن هنحطها على الفراخ. بس دي وصفة جميلة قوي قوي، بتخلي الفراخ طعمها جميل وطرية. جربيها ان شاء الله هتعجبك. دي وصفة صاحبتي وحبيبتي. هنهز بقى الصينية كويس قوي. اللبن بقى هتضيفيه لما تيجي تدخلي الصينية في الفرن، عشان الليمون ما يخليش اللبن يفصل. طبعا هتسخني الفرن على درجة حرارة عالية وتدخلي في الصينية. تاني وصفة معانا بقى الرز المعمر. هنعمله معانا هو نص كيلو لبن وعليه نص كيلو مية، وحطينا طبعا فيه مكعب قشطة كبير ونغليه على النار. وده بقى الرز. هتعاير الرز الصينية اللي انت هتعمليها والطاجن هيبقى نصه بالظبط، عشان يطلع حلو كده ومفلفل مش معجن. نص الصينية، وتغسليه بقى كويس وتصفيه. وهنحط بقى كده في قعر الصينية معلقتين زيت. وبعد ما الرز صفيناه كويس، هنحطه بقى في الصينية ونضيف عليه ملح وفلفل وشوية زيت. الزيت اساسي معانا برضو يا جماعة للرز عشان يخليه مفلفل كده. هنقعد ندعك في الرز لحد ما نغلف الرز كله بالزيت. طبعا الفرن برضو شغال، لازم الفرن يبقى سخن. هندعكه بقى كويس قوي. بصوا كده بالشكل ده، نقلبه عشان الزيت يطول الرز كله. بعدين بقى نبتدي نضيف اللبن اللي عليه القشطة المغلي اهو بالطريقة دي. القشطة طبعا ساحت، عشان انا مطلعاه من الفريزر لازم تفكه جوه اللبن وهو سخن. بصوا معيار اللبن برضو زي ما بتعملي الرز العادي على النار، تكون مغطي الرز كويس. وما ينفعش يبقى كله لبن، لازم تحطي عليه مية، نص كمية مية ونصها لبن. هندخله بقى الفرن. اول حاجة هنشغله الشواية عشان ياخد وش. بعد ما نلاقيه بقى خد وش كده، هننزله تحت. بصوا خد وشه ما شاء الله ازاي. هننزله بقى تحت، ولما يتشرب هنحط له بقى طبعا السمنة. اول ما يتشرب هنحط له السمنة، طبعا لو سمنة بلدي تبقى احسن. وبعدين بقى نغطيها بقى بورقة فويل. لو عندي غطا قد الصينية ماشي، لو ما عندكيش حطي ورقة فويل عشان تكتم البخار فيستوي احسن. وهو كده بعد ما استوى. بألف هنا والشفا يا رب على قلوبكم. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.